الله اللهم بارك. شايفين؟ يعني اظن ما فيش اكتر من كده بقى توفير. يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، النص كيلو. شايفين بقى بعد ما قطعتها بالسكينه؟ شايفين بقى الجبنه؟ شايفين الجمال؟ سامعين القرمشه؟ مقرمشه وفي نفس الوقت طريه ومورقه ومستويه من جوه. شايفين بقى؟ ما تنسوش غزة في الدعاء يا جماعة، اللهم انصرهم وسدد خطاهم يا رب، اللهم امين. اللهم ارحم شهدائهم واشف مرضاهم ومصابيهم يا ارحم الراحمين، وامن روعهم. الحجم بتاعه كويس جدا. شايفين؟ مقرمش من بره ومن جوه جميل جدا يعني. وادي بقى اللي بالقرفه بتاعتي. الحمد لله ياسمين نامت اهي. شايفين؟ يعني انا مش عارفه اقول ايه، انا مش عارفه اقول ايه بصراحه. قولوا انتوا، قولوا انتوا بقى. يلا بينا بقى نعرف المقادير البسيطه خالص السهله دي بتتعمل ازاي. معايا هنا نص كيلو دقيق، وعليه معلقه كبيره سكر، وعليه ذره ملح، وعليه نص معلقه كبيره خميره او معلقه صغيره. هي دي كل المكونات، يعني دقيق وميه، مفيش اي حاجه. اظن كده سهله جدا ومش مكلفه ولا اي حاجه. المكونات تاني يبقى معانا نص كيلو دقيق، معلقه كبيره سكر، رشه ملح، ونص معلقه كبيره بيكنج باودر. بس دي كده كل المكونات. هقلب انا كده كل المكونات الجافه دي مع بعض، وبعد كده هنزل بالميه بالتدريج. انا طبعا هنا الميه ما بعيرش الميه في اي دقيق، بس طبعا يعني كل ستات البيوت عارفين ان انت بتحطي الميه لحد ما العجينه بتاخد. فانا بعمل نفس النظام يعني. فانا اجمالي الميه ممكن اقوله لكم يعني في الاخر. فاجمالي الميه هنا انا استخدمت كوبايه تقريبا ونص على نص كيلو دقيق. ونص كيلو دقيق اديكم شايفين الكميه اللي طلعت منه، يعني حاجه موفره جدا. وممكن تتحط في الفريزر لو مثلا انت مش عايزه الكميه دي كلها دلوقتي، كيسيها وحطيها في الفريزر. ممكن تعملي بكيلو دقيق تحطي برضو الباقي في الفريزر، على حسب ما انت عايزه وعلى حسب امكانياتك وعلى حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها. بس بجد من اروع الفطاير، بجد والله اقسم بالله بجد من اروع الفطاير اللي ممكن تعمليها. وحلوه جدا جدا وموفره وشكلها كمان حلو. وما خدتش مساحه في اللانش بوكس خالص، لان هي يعني واخده نفس الشكل بتاع السندوتشات السوري. فبجد تحفه يعني، وحاجات كلها بسيطه وفي البيت هتوفري. نزلت هنا بقى كده على الرخامه لان كده بعرف اتحكم في العجينه اكتر، يعني اكتر من الطبق بكتير. شايفين بقى هنا ما شاء الله العجينه بتبقى بسهوله جدا بتتلم على بعضيها. وبجد الفطاير دي من اروع الفطاير بجد، والله العظيم 3 من اروع الفطاير. وكمان لما باتت كانت وهم يا جماعة، بجد وهم. هنا بقى طبعا كانت خلاص العجينة اتعجنت، فانا عملتها قسمتها ل3 اجزاء، عشان انا كنت هعملها 3 اطعمة. يعني كنت هعمل نوع بالجبنة، وكنت هعمل نوع محشي، وكنت هعمل نوع سادة. فما عملتش بقى المحشي ده اللي هي الواحدة بس. هنا بقى طبعا هسيبها بقى عشان ترتاح وتسهل عليا بقى عملية الفرد. جبت بقى الطبق اللي انا كنت عاجنه فيه اصلا من الاول، حطيت فيه حبة زيت ودهنت بيه كل العجين عشان ما يلزقش في الطبق ولا يلزق في الكيس اللي انا هغطي بيه. ورجعت لكم هنا بقى تاني كده بعد ما كانت ارتاحت. شايفين بقى العجينه بسم الله ما شاء الله بتتفرد بكل سهوله عشان ارتاحت. فسيبيها ترتاح ربع ساعه، نص ساعه. كل ما بتسيبيها ترتاح كل ما بيبقى احسن. شايفين بسم الله ما شاء الله عامله ازاي؟ بجد تحفه جدا يعني. افضل بقى هفرد فيها كده لحد ما كلها تتفرد بسوا واحد، يعني ما يبقاش في حته تخينه وحته رقيقه، لا اخليها كلها بسوا واحد. هنا بقى هجيب بقى طبعا الزبده اللي انا كنت سايباها تفك عشان تبقى بدرجه حراره المطبخ، وكنت حاطه عليها حبه زيت، دهنت بيها كلها العجينه. وهلفها كده بنفس الطريقه دي كده. هتلفيها بقى كده يا اما رول يا اما بنفس الطريقه زي ما انت عايزه، الاسهل ليكي. بس لازم يكون كل الحروف على بعضها بنفس الشكل ده. دي بقى بتسهل عليك الطريقه دي كتير يعني. بعد ما لفيناها بقى كده اهي، شايفين انا بشد كل حرف وبحطه على التاني عشان يبقى كله في سوا واحد.
هنا بقى كده لفتها كده رول وحطيتها في الطبق. هسيبها برضو ترتاح، وهعمل كل العجين بنفس الطريقة. هنا بقى طبعا بعد ما العجين ارتاح وانا خلصته كله، هقطع بقى الحجم اللي انت عايزاه. يعني هنا الحجم ده كان كويس جدا، شايفين؟ اللي باخد القطعة اللي انا حددتها وببططها وبطبقها كده زي الظرف عشان ترتاح. هنا بقى طبعا هطبقها المربع ده، لازم يكون مربع. بعد ما سبتها ترتاح هعملها بقى زي مربع كده، وهجيب الكيس هحط فيه جبنة وهلف برضو الرول ده، بيبقى عامل زي السندوتش السوري كده. شايفين بسم الله ما شاء الله عامل ازاي؟ بجد جربوا الوصفة دي، من اروع الفطاير بجد. وممكن تحشيها اي حشوة انت عاوزاها، يعني مش شرط جبنة. ممكن لو انت عايزة تحشيها اي حاجة، لحمة مفرومة، شاورما، اي حاجة يعني، بنفس الطريقة دي. هنا طبعا جبت بقى الصينية رصيت فيها الكمية، طبعا شايفين الكمية مش كلها. شايفين طريقة جميلة ازاي؟ مرتاحة جدا وجميلة يعني. طبعا هنا عايزة تبططيها بقى كده تبططيها، عايزة تخليها رول خليها. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك؟ الكمية يعني كويسة جدا، ومن نص كيلو دقيق. هنا انا خدت واحدة بقى، انا كنت عايزة احشي كمية من العجينة بالقرفة والسكر وجوز الهند، بس للأسف لقيت القرفة خلصت. قعدنا بقى ننكب شوية انا وياسمين عشان مين اللي هياخد دي، لان انا وهي من عشاق القرفة. هنا بقى كنت سويتها على البوتاجاز، لا فرن ولا شواية ولا اي حاجة خالص، على البوتاجاز من فوق حطيتها. وتكون الصينية برضو مدهونة اي مادة دهنية، وبكون مغطية الصينية كويس جدا في البداية لحد ما بتقب وتتحمر، وبعد كده بتفضلي تقلبي وتغطي برضو. طريقة سهلة جدا يعني، بالنسبة لي اسهل واسرع من اي حاجة. لو لسه بقى معايا لحد دلوقتي كده، اضغطي بقى لايك واشتركوا في قناتي اللي مشتركش يا جماعة. هنا بقى طبعا كانت طلعت واستوت. شايفين بقى انا لما قطعتها بالسكينة، شايفين الجبنة عاملة ازاي؟ بجد الفطاير تحفة تحفة، مقرمشة من بره كده وطرية خالص من جوه وجميلة. وطبعا عشان هي لسه طالعة فبتبقى مقرمشة يعني. فلما بتقعد بقى شوية، يعني لما قعدت للصبح كانت طرية، وكانت من اروع بجد الفطاير. ده كده اللي عملت الفطير السادة اللي هو المربع ده، وادي الطويل دوت اللي هو اللي فيه الجبنة، وديت اللي فيها القرفة. شايفين الشكل؟ شايفين التوريقة بقى عاملة ازاي؟ بجد تحفة تحفة. اللي اول مرة يشوف قناتي بقى يشترك فيها، وفعلوا زر الجرس لو عجبتكم الوصفة، وشيروا يا جماعة الفيديو، وقولوا لي ايه رأيكم في التوفير دوت وفي الافكار اللي انا بديها لكم. من نص كيلو دقيق عملت لكم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كل الكمية دي. وما تنسوش الدعاء لأهل غزة. مع الف سلامة.